باع كليته علشان المخدرات. الحياة صعبة وقاسية جدا، والمدمن آخر واحد بيحس بالصح والغلط، إنما يكون ورا ده واحدة ست. انا بعت كليتي عشان المخدرات، يعني انا متاخد مني كليه وضلع. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. بوجي أو محمد مسعود رزق شاب أنت أكيد اتصادفت بصورته على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، لأنه حديث كل الناس حرفيا، وده لأن قصته حقيقي صعبة جدا. قصة من القصص اللي بتنتهي بنهاية اللي أنا وأنت كمشاهد نحب نسمع عنها، إنما ده ما بيحصلش، لأنه غالبا اللي بيدخل طريق المخدرات ما بيرجعش منها تاني. بوجي حكى إنه فضل يتعاطى 15 سنة كاملين، ومنه هو في عمر 15 سنة أو 16، يعني تقريبا نص عمره بيشرب مخدرات. واتكلم عن رحلة الإدمان نفسها بكل مراحلها، وإنه شرب كل حاجة لحد ما وصل للملعون، الآيس أو الشابو أو أيا كان اسم المخدر ده، وقد إيه إنه مخدر صعب جدا بيخليه بيفضل صاحي بالأيام ومش حاسس بأي حاجة. وإحنا اتكلمنا عن المخدر ده في حلقة كاملة تقدر تروح تتفرج عليها. بوجي حكى إنه كان بيصحى يلاقي نفسه في أماكن مش عارف هو أصلا إيه اللي جابه هنا، وفي مرة من المرات صحي لقى في 3 مضروبين ومتعورين. مين يا جماعة اللي عوركم كده؟ أنت. وهنا اتفاجئ بعد ما فضل يحلف ان ده ما حصلش، لكن وروله نفسه من خلال تسجيل لكاميرا مراقبة كانت موجودة في السوبر ماركت اللي في نص الشارع، وظاهر فيها كل التفاصيل ان هو اللي بيضربه وبيعوره. وده مش غريب خالص، لاننا معانا اسماء لمدمنين تانيين لنفس المخدر عملوا كوارث اكتر واكبر من دي، زي حادثه الاسماعيليه اللي اتشالت فيها راس الراجل من على جسمه اصلا. كل ده ما وقفش بوجي عند المخدرات، بالعكس كان بيفكر ازاي يشرب اكتر واكتر. مدمن وعقله مش شغال، انما قلبه كان مشغول. كان بيحب بنت 8 سنين، جت واتكلمت معاه عن حلم اي 2 بيحبوا بعض، الجواز طبعا، ولو كان يحتكم على حاجه كان هيشرب بيها مخدرات. فقالت له ايه رايك تبيع كليتك وتاخد 100,000 جنيه ونتجوز بيها انا وانت، وما تخافش اختي واخويا باعوا كليتهم وهم عايشين وزي الفل. الفكره شغلت دماغه وقال لك طب ايه المشكله، ما اخوها هو بايع كليته وصحته حلوه، واختها اهي عايشة حياتها ومفيش مشكلة، ودول 100,000 جنيه. البنت وصلته لاخوها اللي على طول وصله لسمسار الأعضاء. وهنا عايزاك تركز معايا كويس جدا. بوجي حكى عن تفاصيل العملية دي اللي بتحتاج قبلها تحاليل وتقارير علشان يتأكدوا بتطابق ما بين البايع والشاري. في عمليات نقل الأعضاء الوضع مش زي ما انت ممكن تكون عارف، في عدد من التحاليل اللي لازم يعملها الطرفين، وخصوصا في عمليات أعضاء معينة زي الكلى دي تحديدا. تجارة الأعضاء ليها طبيعة معينة، وده مش معناه إنها طول الوقت بتتعمل تحت السلم أو حتى في عيادات خاصة، لا دي أحيانا بتتعمل جوه مستشفيات حكومية عادي جدا. الله، طب هي مش مجرمة ومش قانونية؟ لا هي مجرمة وغير قانونية فعلا، بس خليني اشرح لك. المتبرع او اللي بايع كليته بيمضي على اقرارات انه موافق على التبرع، واخد بالك التبرع، وده معناه انه من غير اي مقابل مادي. والقانون بيحاسب في حالة بيع، يعني تبيع جزء منك وتاخد قصاده تمن، مش انك تتبرع. في معايير تانية بس المهم ما يكونش بيع. تجارة الأعضاء نشطة جدا جدا في مصر ودول تاني في الوطن العربي زي ليبيا والعراق وسوريا وغيرهم. وبعد سعر الكلى ما كان بيوصل في السوق السوداء ل100,000 جنيه زي ما بوجي عمل، من كتر نشاط التجارة دي وصل سعر الكلى 20,000 جنيه على حسب دراسة اتعملت سنة 2015، واللي بتوضح سنويا ان بيكون فيه أكتر من 10,000 عملية نقل أعضاء، منهم 10% لعضو الكلى بس، واللي بتحقق 8 مليار جنيه سنويا، وده لسنة 2015. وسعر الكلى ما كانش بالرقم اللي بقولك عليه ولا بانتشار الظاهرة دي بالشكل ده أو بالكم ده، يعني حتى مش محصلة سعر الموبايل. متخيل تبيع جزء منك بالثمن ده؟ ده غير انها برضو رغم انها سرقة بيحصل جواها نصب سمسر. بعد ما بيتفقوا على رقم معين مع اللي هيبيع، بعد ما بتخلص العملية دي بيعتبروهم ولا حاجة، يعني اللي بينا خلص، لانه واثق انه مستحيل يبلغ عنه. هيروح يسلم نفسه مثلا؟ اكيد لا،
ده غير ان اللي بيقع تحت طاولة العمليات دي دلوقتي كلهم مدمنين، يعني اصلا بايع جسمه علشان يبيع نفسه للمخدرات. وده اللي قاله بوجي بعد ما خلصت العملية. اتنقل لأوضة تبع السمسار ده، راح هناك ولقى شباب كتير قوي زيه كلهم بايعين اعضائهم. كل ده لحد اللحظة الفاصلة في حياته، اللحظة اللي جه فيها خبر وفاة أخوه الكبير بسبب التعاطي برضه، وهو مرمي جثة في الشارع خايف الكلاب تاكلها. بعدها مش بمدة كبيرة قرر يوقف وتتحول حياته من شخص مدمن فاقد جزء من جسمه لشاب رياضي بيحاول ما يكونش النسخة السيئة من نفسه. بوجي مثل للأسف مش كتير هتسمع عنه، لأن طريق الإدمان الرجوع منه مش سهل خالص. حاول رجلك ما تغرس فيه ولا حتى من باب الفضول، زي ما بوجي حكى في بداية حكايته. الموضوع بدأ معاه بفضول يعرف ايه اللي زميله بيشربه ده، ووصلت حكايته لكل اللي انا حكيته لك ده. اتمنى زي ما قلت لك تحاول تكون بعيد عن الطريق ده. اتمنى كمان تشاركني رايك في الكومنتات وقول لي شايف حكايه الشاب ده عامله ازاي. وما تنساش لو كنت على الفيسبوك تتاكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على القناه على اليوتيوب تتاكد انك عامل اشتراك. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.